طب معلش خليني ارجع لنقطة حضرتك ذكرتها، قلت وارد ان هو يتحبس احتياطي سنتين ويطلع براءة. إمم. في هذا الموقف يعني اللي لا يحسد عليه في هذا الموقف في اللي لا يُحسَد تعويض، عليه في هو اجراءات تعويضية، ايه اللي في يعوضه؟ في إجراءات تعويضية، لكن يعني هو بتبقى المبالغ زهيدة، والإجراءات امم بتبقى فيها يعني في تعويضات مادية. في تعويضات، لكن هو يعني أمر لا يُذكر، وفي النهاية الناس ما بتصدّق تخرج يعني، فلا حد بيسأل في تعويض ولا حد بيدوّر في طبعا حاجة. افراج. بالضبط، فبيصدّقوا طيب يعني. هل في مدة معينة للحبس الاحتياطي؟ يعني مثلا ليه حد اقصى ما يقدرش بعد كده يحبسه احتياطي، هو ولا الطبيعي طول حينما سريان فترة التحقيق من حقه الجهة المعنية لأ، انها هو تحبسه؟ هو هو الطبيعي أيًا امم ما كان الأمر، فحينما أجاز الدستور هذا الإجراء، ومن بعد أجاز التشريعات الإجرائية للجهات الممنوحة أو الجهات مصدرة القرار، أجازت أن تكون هناك مدة معينة، لأن هو أصلًا من الأسباب أن يكون أو أن الحبس الاحتياطي لابد وأن يكون في جريمة معينة ولمدة معينة وبإجراء أو بتسبيب معين وما إلى ذلك. امم فمن المدد مثلًا لو هنتكلم في جرائم زي جرائم الجُنح، فحد أقصى 6 شهور، في جرائم تمام. الجنايات حد أقصى 18 شهر، ويجوز في الجرائم التي يكون الحكم فيها سنتين أو آسف المؤبد أو الإعدام أن يكون الحد الأقصى لهذا الإجراء هو سنتين. وفي جميع الأحوال لا يمكن القول بأنه لكون الإنسان أو لكون الشخص متهم في جريمة معينة أننا بهذا الإجراء نقول أننا لا بد وأن يقيد حريته لضمان سلامة التحقيق، بل امم لابد أن تتوافر الأدلة، ولا بد أن تتوافر المبررات، ولا بد أن يكون هذا الإجراء تم وفقا لصحيح القانون وصحيح الدستور في هذه المسألة. فإذا تخطت المدة الحد الأقصى في هذه المسألة، جاز للمتهمين أو للمحبوسين في هذه القضايا أو وفقا لهذا الإجراء أن يخلى سبيلهم وطبعا هو يعني الفترة دي بتبقى طويلة جدا، فما حدش بيعديها، يعني نادرا لما حد بيعدي الفترة دي، بيقعد سنتين محبوس احتياطي يعني نادرة الحدوث.